السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا المانجوية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن أولى حلقات إدارة فترة التزهير والعقد في محصول المانجا لعام 2025. كنت أنا نزلت فيديوهين لعام 24. الفيديو اللي هو إزاي تقدر تاخد القرار المظبوط في الميعاد المظبوط لإزالة التزهير المبكر مع النموات الغير مرغوب فيها، على أساس المنطقة اللي أنت شغال فيها ونوع الصنف أو الصنف اللي أنت زارعه في مزرعتك. الفيديو التاني كان بيتكلم بقى امتى اقدر اشيل التزهير المبكر مع النموات الغير مرغوب فيها، اللي هي طبعا زي ما حضراتكم عارفين النمو اللي اتأثر بالبرد، او لو كان فيه صقيع، او المصاب بالتريبس، او اللي فيه اقروص، او النمو اللي هو ما استواش، او اللي بيسمى النمو بغو، وهكذا. آه، الفيديو ده هنتناول فيه ما بعد ازالة التزهير. ايه اللي المفروض يتم؟ احنا شلنا التزهير وخلاص. طبعا بعد ازاله التزهير معروف او جيدا يعني ان احنا لازم بنرش رشه وقائيه، يعني زي مثلا هيدروكسيد نحاس او اي حاجه نحاسيه او كبريت مع اكسكلور نحاس، يعني دي الرشات المعترف بيها يعني. المهم يبقى يفضل المبيد الجهازي في التوقيت ده افضل من الوقائي، لان الجهاز عشان انت عندك زهر اساسا، فمحتاج المبيد الجهازي عشان لو عندك اي بوادر لاصابات فطريه او اي مشاكل امراض بكتيريه او ايا كان، فالمبيد الجهازي يكون افضل من المبيدات الوقائيه. المهم احنا شلنا التزهير وعملنا الوقايه بتاعتنا وظبطنا دنيتنا وبدانا نظبط نتجه بقى، بدانا نتجه لشغل الايه، اداره فتره الري والتزهير اللي بجد بقى. اول حاجه هنا يا جماعه، لازم نفهم ان معدل النمو بتاع الشجرة بيقابله معدل انتاجية. معدل الانتاجية هنا اللي موجود، المقصود منه يعني مش انتاجية المحصول، لا، انتاجية نواتج عملية البناء الضوئي اللي انا اقصده، هي دي معدل الانتاجية اللي انا اقصدها. لان معدل النمو مع معدل الانتاجية بتاع نواتج عملية البناء الضوئي آه ليهم لكل شجرة أو لكل صنف قدرة ذاتية بتقوم بنقل أو بتعمل على نقل الكربون زي ما حضراتكم عارفين. والكربون ده طبعا انتوا عارفين هو عنصر، يعني أنا يعني يعتبر من وجهة نظري الخاصة ان هو أهم عنصر في النبات، ولذلك سبحان الله يعني ربنا ما اداناش الحريه او ان احنا نقدر نتحكم في موضوع الكربون دوت، ولكن النبات بياخده من الجو. ولذلك الكربون ده اهم عنصر، لانه بيخش في تكوين او تركيب كل المكونات او نواتج عمليه البناء الضوئي، زي الانزيمات، البروتينات، الانزيمات، الهرمونات، جميع نواتج عمليه البناء الضوئي تقريبا يعني لا غنى عن الكربون في تركيبها. مع نواتج عمليه البناء الضوئي بقى، يعني قدره النبات هنا او الشجره لازم بتحتاج لازم بتحتاج لعوامل مهمه عشان تقدر تنقل الكربون ده مع نواتج عمليه البناء الضوئي من الاجزاء من الاعضاء الداخليه لكل اجزاء النبات بقى، سواء زهره، سواء ثمره، سواء ساق، سواء اوراق حديثه، الكلام ده كله. الثلاث عوامل دول بقى هم اهم حاجه اللي لازم نبقى مركزين عليهم في الفتره دي لحد عمليه الجمع باذن الله. بس لازم حضرتك كده تفهم الكلام وتستوعبه كويس عشان تقدر تعرف ايه اللي مطلوب منك. اول عامل في العوامل دي عشان يقدر النبات ينقل احتياجاته اللي هو كونها عن طريق عمليه البناء الضوئي من اعضائه الداخليه لكل اجزاء النبات، محتاج اول حاجه ظروف الرطوبه بتاعتك تحت تكون مظبوطه. يعني لازم يكون في وفره رطوبه تحت الجذر او تحت الشجره. الوفره بتاعت الرطوبه دي الغرض منها ايه؟ الغرض منها ان الشجره ما ينفعش تعطش وما ينفعش تغرق، لانك لو عطشت انت هنا سببت عدم او قطعت عمود الميه بمعنى اصح، فبالتالي الانتقال هيقل، ما فيش انتقال.
الحاجة التانية انك لو غرقت فانت تسببت هنا في عملية اختناق للجدر، فبالتالي الجدر برضه مش هيقوم بدوره. يبقى النهارده الجدر لو ما قامش بدوره، عمود المية اتقطع، فانت النهارده عملية نقل النواتج دي مش هتتم بالكيفية المظبوطة. فلازم هنا انت بطبيعة الحال تبقى فاهم طبيعة التربة اللي الشجرة اللي انت زارعها، عشان تقدر من خلال الطبيعة دي مع عمر النبات طبعا عشان تقدر تدي المقننات المظبوطة بدون ما تؤثر على الشجرة أو مشاكل جذرية. دي أول حاجة. تاني حاجة الظروف الضوئية، وأنا هنا متعمد أقول الكلمة دي بالكيفية دي، الظروف الضوئية، لأن هنا يا جماعة المصطلح ده أنا استخدمته لسبب بسيط جدا، وهو أنا عايز أوضح إن البرعم الزهري عشان يتكون مش محتاج ضوء قد ما محتاج فترة ظلام. لذلك شجرة المانجا بتحتاج في الشتاء فترة ظلام طويلة أكتر من فترة الإضاءة بتاعت النهار عشان تنشئ البرعم الزهري. معناها إيه ده يا باشمهندس؟ معناها يعني طب ما احنا الناس كلها متفهمة إن الضوء هو اللي بيطلع البرعم الزهري. لا، إنشائية البرعم الزهري أو استجابة البرعم لخروج برعم زهري بيحدد بناء عن فترة الليل، الظلام الليل. بعد كده يجي في النهار بقى أو أثناء النهار يحصل إن البرعم ده يخرج لإيه؟ لنمو زهري. عشان كده بنقول فترة النمو الزهري وفترة النمو الخضري. يبقى أنا النهاردة عشان أطلع برعم زهري لازم يكون عندي فترة ليل طويلة أو فترة ظلام طويلة، بناء عليها يبدأ يخش النهار بقى يحدد ليا هنا عدد المنشآت الزهرية اللي طلعت. يعني الظلام يديك إنشائية البرعم الزهري، أما الضوء بيديك عدد المنشآت الزهرية اللي احنا بنتكلم فيها بقى. ده احنا الزهر عندنا كتير، ده الزهر عندنا قليل، دي بترجع لإنشائية الزهر مش بترجع للضوء. عشان كده احنا لما بيكون في نمو جوه قلب الشجرة أو في ظل مش طايله ضوء ما بيخرجش، لأنه أصلا ما اتنشأش، أو اتنشأ وما كانش فيه الضوء اللي شغال. فدي عشان كده أنا بقول لكم حتة الظروف الضوئية، لازم تعرفوا ان النبات هنا محتاج ظروف ضوئية تساعده على نقل المكونات. لو مفيش عندي ظروف الضوئية دي يبقى المكونات دي مش هتتنقل، يبقى البرعم مش هيتطور وينمو ويديني سواء بقى كان برعم زهري او خضري. البرعم الزهري هنا زي ما حضراتكم عارفين في المانجا البرعم بيخرج على 3 انواع، يا برعم زهري في مرحلة التزهير او في مرحلة النمو الزهري زي دلوقتي كده، زي في الوقت اللي احنا فيه ده، او برعم خضري وده بيبقى من بعد شهر مايو او في اول 6 بيبدا البراعم الخضريه تنشط. والبرعم الثالث بقى اللي انا عاوز اتكلم عنه وهو البرعم المختلط اللي احنا بنسميه في 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 في, في, في مجالنا يعني برعم مورق يعني او تزهير مورق. البرعم المختلط ده من اهم اسبابه هو الضوء اللي بيبقى درجه حرارته عاليه. يعني انا النهارده من بدايه شهر، من نص ديسمبر كده، شهر من نص شهر 12 كده لحد تقريبا شهر 1، واحنا لحد من اول امبارح الجو دافي في النهار، درجه حراره عاليه، وفي الليل برضو درجه الحراره عاليه. ودي عليها ملحوظه كده هتكلم فيها في النقطه الثالثه لان دي مهمه جدا. ارتفاع درجه الحراره ده كان احد عوامل خروج البراعم المختلطه او اللي فيها توريق. وزي ما حضراتكم عارفين انها دي ما فيهاش مشكله خالص معانا، ولكن هي بتبقى انذار بينبهنا ان في شتاء دافئ في الموسم بتاع 25. عشان كده كلنا تقريبا بدأنا في ازالة التزهير بدري خالص عن كل موسم من المواسم اللي عندي. فالنهارده انت بعد ما شفت في توريق في زهر مورق في شهر 12 وفي شهر 1، يبقى انت عرفت كده ان درجة الحرارة دافية سواء في النهار سواء في الليل. هنا يبقى انا لازم اخش بقى على النقطة الثالثة اللي هي بتساعد على نقل مكونات او نواتج عملية البناء الضوئي مع الكربون، وهي دور العناصر. واللي اقصده هنا بالعناصر اللي انا اقصدها هنا العناصر الصغرى وليست العناصر الكبرى.
لان العناصر الصغرى اهميتها الوظيفيه اكتر بكثير من اهميه او وظيفه العناصر الكبرى. لذلك ومع ذلك النبات بيحتاجها بكميات بسيطه جدا. طيب ايه المشكله اللي ممكن تحصل لو انا عندي تقصير في العناصر الصغرى دي؟ يعني اهم شيء او ابسط شيء عايز اوصله لحضراتكم ان العناصر الصغرى دي زي الحديد والزنك والمنجنيز والبورون والموليبدنم والنحاس والكبريت، طبعا رغم ان هو مش من العناصر الصغرى لكن دي عناصر كلها ضروريه. فما ينفعش ان انا انوه على عنصر بعينه وانسى كل العناصر دي، لان عمليه البناء الضوئي مثلا عشان تشتغل انتوا زي ما حضراتكم عارفين بتحتاج ضوء مع ثاني اكسيد الكربون والميه. هل هم دول بس اللي عمليه البناء الضوئي بتحتاجهم عشان تكمل الدوره بتاعتها؟ لا طبعا، لا، ده محتاجه حديد، ده محتاجه نحاس، ده محتاجه مغنيسيوم، ده محتاجه كلور بالمناسبه، محتاجه منجنيز بالمناسبه عشان دوره عمليه نواتج عمليه البناء الضوئي نفسها تتم صح. لان معظم العناصر اللي انا قلتها لحضراتكم دي بتستخدم كمرافقات انزيميه لنقل الانزيم المعين عشان ينقل التركيبه المعينه، او بروتين معين، او حامض امينو معين، او انزيم معين. فاذا انت النهارده دور العناصر هنا مهم جدا في ان انت ما ينفعش ان انا اتكلم على عنصر وانسى عنصر تاني. لا ما ينفعش، حتى لو كان عندي مشكله في التزهير المورق او عندي مشكله في اي تقصير في التسميد بتاعي. لكن المهم اللي انا عايز اتكلم عليه اللي هو تدفئه النهار بتاع الشتاء السنه دي كان دافي في النهار وبالتالي كان دافي في الليل. ده بيقابله نسبة تنفس عالي في الشجرة بتتنفس تنفس كبير جدا، عشان كده الشجرة حرقت طاقة كبيرة. الطاقة دي كان أساسها نواتج جت أو كانت متخزنة في الأوقات اللي من بعد الجمع. احنا بدأنا نسمد وندي الوحدات السمدية عشان خاطر أبدأ الشجرة تعمل لي شوية نواتج. النواتج دي تبدأ تخزنها سواء في الساق سواء في الايه في الخشب بقى، تتخزن وقت في مكان ما تتخزن. ولكن المهم ان انا ليا تحفظ هنا ان التنفس معناه حرق طاقة. معنى الحرق الطاقة لازم يكون هنا حرق نواتج. فلازم ان انا اعوض الشجرة العناصر اللي اتحرقت دي، او اعوض الشجرة بعض العناصر اللي او النواتج قصدي اللي حرقتها باضافه عناصر جديده. وعشان انا ما انساش او ما اثرش على فتره التزهير في شهر 4 و5 والعقد والتلقيح والاخصاب، يبقى لازم ان انا ابدا ادي عناصر تاني من دلوقتي عشان خاطر اجي في شهر 4 وفي شهر 5 يكون عندي العناصر اللي هتساعدني على ثبات العقد وليس تصاقم. يبقى انا النهارده المعلومه المهمه لازم تعرف ان التنفس كان عالي، يبقى فيه وزي ما حضراتكم عارفين التنفس هو عكس عمليه البناء الضوئي. التنفس بيحصل في الليل وبيحصل في النهار. البناء الضوئي ما بيحصلش غير في النهار فقط. فانت النهارده التنفس طول ما هو شغال، طول ما هو في مخزون بيقل يبقى لازم اعوض. ده الغرض من القصه اللي احنا عاوزين نتكلم فيها. اللي انا عايز اوصله برضو النهارده، احنا النهارده بنمر بفتره بروده. الفتره البروده دي مهمه جدا، يعني ما تقلقوش منها، لان البرد ده من اساسه وهو من اهميته ان هو يساعدني على، احنا طبعا كلنا شلنا التزهير، فالتزهير اللي اتشال ده هيطلع مكانه. فالبرد هنا من اهميته ان هو هيعمل لي حاجه هنا مهمه، ان هو هيقلل التنفس شويه وبالتالي هيدي فرصه ان التزهير بتاعي يطلع تزهير طبيعي مش مورق، ولكن على حسب كل منطقه درجه حرارتها شكلها ايه. فده كان كل اللي انا عايز اقوله، وطبعا هيبقى فيه فيديو تاني مفصل هنقدر نتكلم فيه عن العناصر المطلوبه تسميدها وكمياتها في الفيديوهات القادمه. وكان معكم المهندس حسام ابو زهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.